السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوميات موكي. النهاردة جايلكم فيديو جديد. هنعمل مع بعض مربى الجزر بطريقة سهلة جدا جدا، والجزر متوفر الايام دي كتير وحلو قوي. الجزر بتاع الشتا ده بيكون مسكر ومن جوه كده مليان مية وطعمه حلو. هنعمله مع بعض كده مربى بطريقة سهلة وبسيطة ومش هياخد معانا اي وقت. كل الحاجات اللي احنا محتاجينها جزر وليمونة وسكر بس كده. معايا هنا الجزر اهو زي ما انتم شايفين. هوريكم هنعمل فيه ايه. هجيب كده المبشرة اهو، بصوا اهي المبشرة. هبتدي ان انا ايه، هركن دول كده على جنب. بسم الله اهو اهو الشكل ده. بصوا هقشره كده عشان بيبقى الطبقة اللي من فوق دي بيبقى فيها كده رملة، احنا مش عايزين الرملة دي اهي. شايفين بالشكل ده. هشيل القشر اهو يا بنات بالشكل ده. اجيب بقى المبشرة اهو، اي بقى مبشرة عندك بالشكل ده اهو. شايفين بدل بقى ما تقطعي ومش عارفه ايه، بالمبشره كده بيبقى تحفه. ولسه هتضربه في الخلاط، لا هنعمله بطريقه سهله وحلو جدا. الكميه بقى اللي عندك كلها تبشرها بنفس الطريقه بالشكل ده اهو. كمل كده دي. انا بس ايه قلت اوريكم الطريقه عشان في ناس مش بتبشره، في ناس بتقطعه كده وتسلقه مع السكر يعني وكده. خلي بالكم بس وانتوا بتعملوها اهو. شايفين الكميه بقى اللي انتوا حابينها. انا عملت كده الكميه معايا اهي، بصوا بالشكل ده اهي. تمام، يلا بينا بقى نشوفه هنعمله فيها ايه اهو يا بنات. يلا بينا. هاخد كده الجزر بتاعي المبشور دول حوالي 2 كيلو او 2 كيلو ونص. اللي انتوا حابين تعملوه اعملوه. هو الكيلو عليه نص كيلو سكر. تمام، انا هنا معايا كيلو من السكر وليمونه و2 كيلو من الجزر المبشور. يلا بينا اهو يا بنات بالشكل ده. بسم الله. هنزل كده بكميه الجزر بتاعتي اهو. تمام، هنزل بالسكر. بسم الله. ده كيلو من السكر على حوالي 2 كيلو او 2 كيلو ونص من الجزر اهو. بصوا هبتدي اقلب كل ده وهو لسه ايه مش على النار، يعني كل ده ولسه محطتوش على النار اهو. هغلفه كده كويس. شايفين كله كده بالسكر قبل ما ارفعه ايه على النار. شايفين بالشكل ده. هجيب كوبايه من الميه بسم الله بس كده. هرفعه بقى على النار. يلا بينا. ما حطيتش الليمون لسه، الليمون شويه كده اهو يا بنات. بصوا انا محطتش غير كوبايه الميه بس. شايفين هو بينزل الميه بتاعته كمان مع السكر، هتساعده ان هو ايه ينزل الميه بتاعته كده ويتكرمل. شايفين ما شاء الله. هسيبه كده اول ما يغلي هنوطي عليه. شايفين ما شاء الله. بصوا انا محطتش غير كوبايه ميه بس، ولو مش محتاجين تحطوها بلاش برضو. بصوا نزل الميه بتاعته ازاي. شايفين هي كوبايه الميه اللي حطيناها مع بعض بس. هيتكرمل بقى دلوقتي
اهو. عايزه اقول لكم ريحته تحفه اهو يا بنات. بصوا لونها تحفه ازاي، شايفين؟ معايا بقى هنا عصير ليمونه. بسم الله اهي. شايفين بدأ يغلي معايا اهو. هوطي بقى النار واسيبه لغايه لما يتكرمل خالص معايا وارجع لكم تاني. بصوا يا بنات ما شاء الله، شايفين؟ بصوا الكميه بقت قد ايه بعد ما اتكرملت معايا واستوت. بصوا عايزه اقول لكم كانت، بصوا اكتر من الخط ده كمان. بصوا نزل ازاي بعد ما اتكرمل معانا بالسكر والليمون، وحطيت له رشه من الفانيليا. مش حابين براحتكم. بصوا عايزه اقول لكم ريحتها قلبه البيت وريحتها تحفه جدا. شايفين؟ عايزين بقى نعمل لها اختبار نشوفوها كده استوت ولا لسه محتاجه شويه كمان. اهو يا بنات عشان نعرف ان هي استوت ولا لا هناخد كده بالمعلقه. بصوا معايا طبق كده. بصوا شايفين؟ شايفين الصوص بتاعها تقل ازاي؟ شايفين؟ لو حسيتوه ان هو عامل شبه الميه كده وبينزل يجري منكم يبقى كده لسه شويه. تمام، هي كده خلاص ما شاء الله استوت معايا. هطفي بقى عليها واسيبها لغايه ايه لما تهدى عشان اعرف اعبيها في البرطمانات بتاعتي. اهو يا بنات بصوا عمل معانا كميه حلوه جدا. مليت كده البرطمانين دول بتوع الصلصه. شايفين؟ ولو عايزينهم كمان اخف من كده ممكن تدفوا عليهم وهم ايه يعني لسه فيهم صوص شويه. هما بصوا شايفين؟ شايفين الصوص من تحت ازاي اهي. عايزه اقول لكم تحفه تحفه. بصوا شايفين لونها؟ يا رب بقى تكون الطريقه عجبتكم، وما تنسوش بقى لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوميات موكي. النهاردة جايلكم فيديو جديد هنعمل مع بعض مربى الجزر. شايفين شكلها ولونها واللمعة اللي فيها التحفة دي؟ هنعملوها النهاردة ب3 مكونات بس بطريقة سهلة جدا. شايفين؟ هتعجبكم جدا. شوفوا الفيديو للاخر وما تنسوش بقى لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا شوفوا الفيديو على القناة وقولوا رأيكم، ولو عايزين اي نوع مربى تاني قولولي في الكومنتات وانا اعمله لكم. يلا بينا نشوف الطريقة. شايفين ما شاء الله؟ يلا بينا.